قصتي مع الأستاذة ديال الفرنسية. كيقول مول القصة: أنا سميتي أيمن، كنقرا في الباك، وهاد الباك معقدني حيت سقطت فيه 2 المرات، وعندي آخر عام يا غادي ننجح يا غادي يجريو عليا من المدرسة. المهم بحال كل عام كنمشي للمدرسة حتى لشهر 10، أنا هو آخر واحد كندخل القسم، ومع كندخل الليسي وكنمشي نخلص وكنتسجل. كنشوف حاطيني في واحد القسم توقيته خايب، عندهم الصباحات بزاف، وانا اكره حاجه عندي هي نفيق الصباح. واول حاجه جات في بالي هي نتحول من هذا القسم. وواحد اليومين وانا كنطلب في واحد الحارس العام، ولكن والو، رضيت بامر الواقع. وفي الصباح خوكم كيحلم براسو شاد واحد الميمه حدا البحر. حتى كنسمع الوالده كتفيق فيا ونوض داك المسخوط ما باغيش تقرا، غادي غير تقتلني بالفقصه. كنوض كنغسل وجهي وكنلبس حوايجي، ومع اول نهار ليا في القسم خصني نكون ناضي باش لا كان شي تيتيز معنا نطيحو. المهم خرجت من الدار نيشان المدرسه انا غادي معطل. دخلت القسم لقيتهم كيقراو العربيه عند واحد الاستاذه ما كنحملهاش، حيت قاري عندها داك العام. مع خوكم عنده شهاده السكنها في هاد المدرسه. كندخل كلشي كيشوف فيا حيت عمرهم شافوني كنقرا معاهم. ومع كنجلس كتسولني الاستاذه: واش انت كتقرا في هذا القسم؟ قلت لها وقالت لي: فين كنتي هاد الشهر كله؟ قلت لها: غير الظروف وعاد جيت. قالت لي: الحصه الجايه ما تدخل عندي، تكتب دروسك ولا بلاش ما تجي. قلت لها: واخا استاذه، راه قلت لكم مريضه، وهاد القرايه كلها طالع عليا في راسي، باغيين غير داك الباك نفرحو ديك الوالده. بنادم راه عنده الماستر وما خدامش. المهم دازت هذيك الساعتين بحال شهرين. خرجنا للساحه كنتلاقى بالعشره القدام اللي قراو معايا، ومع كنقول لهم اش من قسم مشيت، حتى كيقولوا لي: ناري على الزهر عندك، جيتي عند الاستاذه اللي جابوا جديده ديال الفرنسيه وميمه واعره. نقص واحد فيهم قال: هذيك الاستاذه راه ساكنه حدانا وكانت خدامه في مدرسه اخرى، وعندها 2 ولاد صغار، وراجلها كيجيب السلعه من الطاليان وعنده محل كيبيع فيه ديك السلعه. قلت لهم مازال ما دخلتش عندها. الصراحه ضرني راسي نشوف هاد الاستاذه اللي كلشي مزعوط فيها، وانا اصلا كيعجبوني المهمات. سالات ديك الاستراحه وغادي نكون لواحد القسم ديالو. كندخل القسم ما فيهش الاستاذه. جلسنا واحد شويه وهي تبان لي واحد الاستاذه مهيبه، صابغه شعرها بالصفر والضفار بالاحمر، واحد الفورمه عندها بحال ديال البرازيليات، باينه كتريني في لاصال. بدات الحصه وانا باقي غير حال فمي فيها، وقلت: ناري اش كنت مفلت، كون عرفتها هكا كنت غادي نجي من الاول ديال العام انا اول واحد يدخل القسم. واحد اللحظه انتبهت ليا، قالت لي: واش انت عاد تحولتي عندنا او عاد جيتي؟ قلت لها: عاد جيت. قالت لي: عاد طفات عليك الشمعه. وسولتني واش مضوبل حيت عندي اللحيه. قلت لها: العام ديالي ثالث. قالت لي: واجمع راسك وخدم، راه قرانك راهم في لافاك ماشي هنايا. قلت لها: ان شاء الله استاذه. بقيت ديك الحصه كامله وانا غير حال فيها فمي. مني سالات الحصه وصونا الجرس، كانت هذيك اول مره كنكره نخرج من القسم حيت ما سخيتش بها. خرجت ودماغي كله معاها. دخلت للدار بدلت حوايجي وجلست باش نتغدى، وهي الوالدات بدا داك الموال ديال كل عام: واجمع راسك خلاص، راه الناس قدك راهم خدموا، وشوف غير ولد خالتك تبارك الله راه عنده العام الاخر في الكليه وانت باقي غا في الباك. وكنكره راسي ملي كتكون الوالده كدوي في هذا الموضوع. نضت بحالاتي وخليت لهم داك الغدا. مشيت تكيت شويه نرتاح، ومع العشيه مع ما قاريش مشيت لاصال. خوكم عزيزه عليا الرياضه والحديد. ترينيت مزيان ورجعت للدار، سخنت داك الغدا اللي خليت، كليت ودوشت، وخرجت مشيت للقهوه نتفرج في واحد الماتش. كان عقل كان يمكن الماتش ديال الوداد مع الجيش. سالا داك الماتش وبقيت جالس كنفكر في راسي، لا قرايه لا خدمه وما عنديش الصرف، وغير كنفكر في هذا الموضوع كيطلع لي الدم، وكنزيد نحقد كتار ما انا حاقد. المهم رجعت للدار، تعشيت ومشيت نتكا الناس. وراكم عارفين الليل التفكير اللي كيفكر فيه اي راجل قبل ما ينعس. ويطيح في بالي غير ديك الاستاذه، وعلى فورما وعلى صوت مهيبه، وديك الهبه كتخلي اي راجل ياخذها كتحدي باش يوصل ليها. داتني عينيا ونعست، وكيف العاده كنفيق على نكير الوالده نوض تقرا. وكانت اول حصه عندي ديال السبور، وراكم عارفين مورا السبور الريحه اللي كتكون. قررت ندي معايا شي بارفان نديرو وندخل الحصه ديال الفرنسيه من ورا السبور وتكون ريحتي زوينه. فطرت وخرجت للمدرسه، دخلت للسبور وهي اكثر ماده كتعجبني. سالات الساعه ديال السبور ودخلنا عند الفرنسيه، وكان عقل داك النهار كان الجمعه، وناري على جلابه جايه لابسه وفورمتها كلها باينه. ما نكذبش عليكم دماغي ما قدرش يحبس من التفكير فيها. الحصه كامله وانا حال فمي فيها وكنتخيل راسي معاها. شويه وهي الدور عندي، قالت لي: فين سارح؟ قلت لها: معاكم استاذه. قالت لي: فاش كنا كنهضروا؟ بقيت ساكت وما بداو يضحكوا عليا وانا ما رضيتش. قالت لي: لا بقيتي هكا راك ما غاديش تنجح، وهذا اخر عام عندك.
خرجت حاقد علاش يضحكوا عليا وقدامها. رجعت للدار كاعي ناري على موقف طرا، وخديت قرار غادي نبدا نتبع معاهم ونفهم ونجاوب عندها باش نثبت ليهم وليها على انني ماشي مكلخ، غير ما باغيش نقرا وصافي. بقيت كنفكر كيفاش غادي نقرا هاد الماده، وانا عامين اللي فاتوا عمري ركزت فيها وما عارف حتى الدروس اللي فيها. ويطيح في بالي واحد الفكره، نطلب من واحد الدريه كنعرفها في واتساب كتقرا الفرونسي في لافاك، ونقول لها تبقى تفهمني الدروس قبل من الاستاذه، ومن نجي للقسم غادي نكون فاهم الدرس وغادي نشارك ونثبت ليهم وليها انني ماشي مكلخ. في نفس الوقت نثير انتباه الاستاذه حيت خوكم طايح فيها ديال بصح. المهم دويت مع الدريه وقالت لي مرحبا، انت اكثر من خويا وعلاش ما نعاونكش، والنيت راه باقيين عندي الكتوبه ديال الباك، غادي نبقى نشرح لك الدروس في اوديو، ولا ما فهمتيش قولها ليا ونعاود نشرحو لك بالعربيه كاع، المهم هو انك تفهم. قلت لها الله يحفظك. المهم بدات الدروس من الاول كتشرح ليا، وتبارك الله الدريه شاده في الفرنسي ديال بصح، كتشرح ليا في اوديو، والصراحه داك الشيء ساهل. قلت ناري هذا الشيء اللي كيقراو كون درت راسي فيه كاع ما نسقط هاد العامين. المهم واحد السيمانه يوميا كتشرح ليا الدروس وكتفهم فيا، وسبقنا الاستاذه في الدروس غير باش الحصه الجايه ندخل ونشارك معاهم في القسم. فقت الصباح خرجت للمدرسه وغادي في الطريق كنقول اليوم غادي نصدم العباد، ولكن حتى كنتصدم انا، الاستاذه ما جاتش. بقينا جالسين ساعتين برا المدرسه كنقول يا على زهر عندي مني انا موجد عاد هي ما جاتش. كمل داك النهار رجعت للدار كليت وشديت الكتاب ديال المراجعه اللي كنراجع فيه الفرنسيه، والوالده وهي تصدم اول مره كتشوفني هاز شي كتاب في يديا. شويه خرجت جلست في الدرب مع الدراري، مع شحال ما بقيت خرجت ريحت معاهم، تمزكنا شويه حتى ديك 11 تقريبا بحال هكاك، وطلعت للدار باش نعس. ما حطيت راسي وتقول الناس واش بغى يجيني، كنفكر وكنتخيل راسي كنجاوب في القسم وكنشارك. شويه مشات بيا عينيا حتى للصباح، مع فقت جلست شويه نجمع فراشي، نضت فطرت لبست وخرجت للمدرسه. كانت اول حصه عندي العربيه عند ديك المعقده. دخلنا ساعه كلها وهي كتقرا علينا داك الشعر اللي ما كنفهم فيه تا وزه. سالات ديك الساعه وخرجت باش ندخل عند الفرنسي، وشداني واحد الخلعه وواحد الستريس كيفاش غادي نجاوب وكيفاش غادي نبان ليهم وليها. دخلنا حاولت نجلس في الطاوله الاولى باش نبقى مركز ليها في هضرتها وفي فورمتها. بدات الحصه وبدات الشرح ديالها على روايه كنعقل لو بيغ غوريو، وانا عارف شخصيات واحداث هذه الروايه. غير هي بدات الشرح طرحات واحد السؤال، قالت فيه شكون عرف شخصيات هذه الروايه وموضوعها. زيد صبعي وكل شيء مصدوم فيا، شافت فيا وهي مصدومه قالت لي جاوب. ذكرت دوك الشخصيات كلهم وموضوع الروايه وقالت لي برافو عليك. عرفتي فاش سمعت ديك الكلمه حسيت بعظمه الانجاز ومرت كاع هادوك اللي ضحكوا عليا. بقيت الحصه كامله وانا منتبه ليها ومركز. تسالت ديك الحصه وراجع للدار ناشط وفرحان. دخلت تكيت ودرنا ديك اللعيبه اللعينه، والصراحه درتها وانا كنتخيلها قدام عيني. ساليت وانا نضربها بواحد الناس، راكم عارفين مني كتساليها كترتاح كيجيك واحد الناس الله يعفو علينا منا. المهم كيف فقت تحركت لاصال نتريني شويه ونتحرك شويه. مع دخلت لاصال وبديت كنسخن تلاقيت داك الدري اللي كان كيقرا معايا واللي ساكن حتى دار ديك الاستاذه، وهو اصلا اللي كان عاود لي على النهار الاول. سلمت عليه قلت ليه اش اخبارك، بدا كيشكي عليا باغي يمشي للغربه، هذا كيموت على شي حاجه سميتها الهجره. بقينا كنترينيو شويه، هو يدخل واحد الصلع وعنده واحد الفورمه ناضيه بين سنين هو كيتريني. مع دخل قال لي الدري بشويه في ودني عرفتي شكون هذا، وانا في نيتي غادي يقول لي شي بطل اولا شي يوتيوبر معروف. تصدمني وقال لي هذا راه راجل الاستاذه ديال الفرنسي اللي كتقرا عندها، عرفتو مهيب. وقلت مع راسي الا مشى تعرفني كيفاش كنتخيل مرتو غادي يدفني. ساليت لونطريمون وراجع للدار كنقول مع راسي كاع ما يستاهلها. صراحه حسدتو عنده داك الخير في الدار. رجعت للدار مهلوك تعيت ضربتها بالنعسه، والمصيبه الكبيره من قوه التفكير فيها صبحت مستحلم وصبحت حاقد ناري كيفاش غادي ندوش، وانا ما مولفش ندوش في الصباح، والدار غادي يشكو فيا داير شي حاجه وناري شنو غادي ندير. طاحت في بالي واحد الفكره، هي ندخل الفوطه وندوش غير من السطل بلا ما ندير الشاشه باش الماء ما يديرش الصوت ونخرج دغيا. وداك الشيء النيت اللي درت. ساليت فطرت بالزربه، خرجت غادي للسي ضربه بواحد الجريه وعظامي تقال عليا بالسيف. راه الاستاذه دات ليا كاع الطاقه اللي عندي في الحلم. دخلت للحصه ديال الفلسفه والفلسفه كتعجبني، بقيت منتبه الحصه كلها. بسالات الساعه دخلنا تاني عند داك الاجتماعيات، جاب لي الناس بهضرتو ما كملات ديك الساعه غير بالريق الناشف. خرجنا مشيت مع داك الدري اللي كان كيقرا معايا مشينا لدارهم نقصروا شويه حيت هو عنده واحد البيسي جيمر. ومع دخلنا للدرب بانت لي الاستاذه جاره وراه واحد الدري صغير.
الصراحه حشمت وسلمت عليها وردات عليا السلام. ناري خارجه لابسه واحد الجلابه ديال السخره، شنقول لكم، واحد الجمال واحد الفورمه. ناري عمرني شفت بحالها، واخا انايا نوصف لكم ما غاديش نعرف نوصف لكم داكشي اللي كتشوف عينيا. دخلنا للدار ديال الدري، لعبنا واحد الساعتين ديال الكره وربحني، مع هو النهار كله هو مقابل غير اللعب، ما حاولوا ما نطفروش. رجعت للدار لقيتهم تغداو عليا، ولكن الحنانه ما نساتنيش. حطيت غدايا كليت وجبدت عليه بواحد النعسه طويله، ما فقت حتى المغرب. نط خرجت شويه للدرب، جلست مع ولاد الدرب، حاضر الغادي والجاي. شويه كتجيني ابيل من عند الدراري اللي كيقراو معايا لاعبين ماتش، كاينين واحد التيران. نط نيشان، لبست وشديتها بجريات للتيران باش نسخن شويه. وصلت للتيران وبحال ديما الدراري مازال معطلين، بقيت جالس في التيران كنسخن شويه، ويتبان لي الاستاذه جايه هي وولدها الصغير، هازه ميكا فيها الحليب وشي حاجه ما عرفتهاش، لابسه واحد الجلابه كتبين الفورمه ديالها كامله. بقيت غير حال فمي. المهم ما عليناش، جاو الدراري لعبنا داك الماتش كان ناضي، خسروا غير شي دراري هراسه. مني سالينا مشينا شربنا واحد العصير، رجعت للدار دوشت وتعشيت. دخلت لبيتي بقيت شاد فيسبوك طالع هابط. شويه وهي طاح في بالي واحد الفكره، هي نقلب على الاستاذه بسميتها في فيسبوك ولا الانستغرام. دخلت الانستغرام هو الاول، قلبت ما طلعتش ليا. دخلت الفيسبوك لقيت حسابها، لكن دايره غير تصويره ولدها الصغير، وانا عرفته حيت كنشوفو مني كتكون غاديه تسخر. بقيت كنقلب بروفايلها، ولكن خساره ما حطاش تصاورها، كتحط غير الكتبه وتصاور الادعيه. بقيت ايام وانا كندخل البروفيلها كنتجسس لا تحط شي صوره، ولكن والو. حتى لواحد النهار غادي ندخل عندها البروفيلها، حتى كنلقى حاطه ستوري. اول مره كنحلو كنلقى صوره ديال داك القرع ديال راجلها، وباينه التصويره يمكن في المطار. فهمت واقيلا راه راجلها مسافر وهي مشات باش توصلو. قلت مع راسي غادي تبقى غير بوحدها هي وولدها. طاحت في بالي واحد الفكره، هي نمشي للمحل ديال راجلها غدا ونشوفو لا كان حال. وفعلا داكشي اللي درت، حتى كيبان لي الحانوت مسدود. عاودت مشيت في العشيه، عاود تاني لقيتو مسدود. في الليل عاود تاني لقيتو مسدود. بقيت هكاك واحد 3 ايام ديما كنلقاه مسدود. قلت مع راسي راه راجلها مسافر لبرا باش يجيب السلعه اللي كيبيع في داك المحل. المهم قلت مع راسي الا صيفط لها انفيتاسيون ما غاداش تقبلني، وبقيت كنفكر ايام كيفاش نقدر نهضر معاها. والو، ما لقيت حتى شي حل من غير انني نبقى حدا دارها حتى تبان لي غادا تسخر، ونهز لها البوطه ولا نهز لها شي تقل، حيت القرع ديال راجلها اللي غادي يهز التقل ما كاينش. وداك الشيء اللي درت. مع سالينا الحصه مشيت حدا دارها ودرت السبب داك الدري صاحبي، وبقينا جالسين بالسوايع. وخساره واش تقول واش بغات تخرج. طلع لي الدم، النهار كله ضاع على والو. رجعت للدار وبقيت على ديك الحاله يومين، كنجلس مع الدري حدا دارهم، ومع دارهم مقابله مع الموبل فين ساكنه. شويه كتبان لي نازله، هزه واحد الطارو ديال الزبل حاشاكم، ما حسيتش حتى لقيت راسي غادي كنجري شديتو من عندها. وهي تقول لي اش كدير هنايا؟ قلت لها جاي عند صاحبي راه هي دارهم. حلفت ليها حتى نهز لها الطارو، ومشيت خويتو وجيت رجعتو ليها. قالت لي شكرا وطلعت موراها. ما تخيلوش على فرحه اول مره غادي نهضروا خارج وقت المدرسه. باش بلا ما نعيق داك النهار رجعت للدار وغبرت واحد النهار ورجعت عاوتاني لدربهم. جالس كنتسناها تنزل تسخر، واحد شويه كتبان ليا نازله، درت راسي ما شفتهاش. بقيت حاضي تليفوني حتى كنسمعها كتغوت عليا بسميتي. مشيت عندها، قالت لي ولدي طلعت ليه السخانه، يلاه معايا نديوه للسبيطار. قلت لها واخا. هزيتو وشدينا الطاكسي، ولدها كان سخون وفيه تبوريشه. وصلنا دخلنا، قولي واحد الشوكه في يدو، وبقينا جالسين كنتسناو برا وهي خايفه وكتبكي. استغليت الفرصه باش ندير فيها راني حنين وحساس وكان واسي فيها. جبت واحد كلينكس باش تمسح دموعها، خرج واحد الفرمليه تيتيزه بصراحه. قالت لينا صافي راه شويه يمكن لكم تديوه وتمشيو. وداك الشيء اللي كان هزيناه ورجعنا للدار. قلت لها هانتي خودي نمرتي باش الا عاود طلعت لي السخانه بالليل عيطي لي نمشي معاك، حيت الليل وغادي تكوني بوحدك صعيب عليك الحال. قالت لي راه راجلي مسافر هو اللي يمشي معايا. قلت لها هانيه ماشي مشكل، غير عيطي لي نتسخر لك ونمشي معاك ماشي مشكل. عطيتها نمرتي ومشيت، ولكن ما صيفطاتش ليا. الليل كله وانا سهران، ها هي غتصيفط ها هي غتصيفط، ولكن والو. وداتني عينيا ونعست. نضت ل 10 الصباح مع اليوم اول نهار في العطله، عينا من الفياق بكري. فقت على خاطري، نضت فطرت، وانا كنفطر حتى كتبان لي واحد النمره جديده كتصوني ليا. ترددت باش نجاوب وجاوبت في الاخر. قلت الو، قالت لي الو. قلت شكون معايا؟ قالت لي واش ما عرفتينيش انا استاذتك. قلت لها ياك لاباس، ياك ما بغيتيني نمشي معاك للسبيطار. قالت لي لا راه شويه، ولكن ما نقدرش نخرج ونخليه بوحدو،
والمشكل هو خاصني التقضيه ديال السيمانه. قلت لها ماشي مشكل، نمشي نتسخر لك للسوق نجيب لك اللي بغيتي. قالت لي غير سمح لي عذبتك. قلت لها هانيه عذابك راحه. قالت لي جي عندي حدا الدار باش نعطيك الفلوس وورقه فيها كلشي اللي غادي تجيب. قلت لها واخا غير نلبس ونجي عندك. فطرت ولبست حوايجي ودرت واحد البارفان ناضي. قلت لا ربما طرا شي حاجه، درت بحسابي. خرجت مشيت بشويه حيت لا جريت غادي نعرق وانا ما باغيش تشم فيا ريحه العرق. وصلت لقيتها قدام الباب لابسه واحد الصوفيطمه مزيره نهاري شحال شهيجه. عطاتني الورقه والفلوس وقالت لي تجي طلع لي التقديه للدار وصوني على الرقم 10 وغادي نحل لك. قلت مع راسي هذه هي الفرصه باش نطلع عندها للدار ونكون انا وياها. طرت للسوق بديت كنتقدى ونقرا من الورقه ونقيد لها الاثمنه. لا تقول لي شفرتي منها، راكم عارفين الاساتذه اغلبيتهم كيتحاسبوا. المهم بزز باش عمرت ديك القفه حيت كانت معمره ليا الورقه. خرجت من السوق تميت جاي لدارها وكنفكر كيفاش نتقرب منها باش نوصل ليها وخايف دير شي ردة فعل خايبه وتفضحني. فكرت عييت قلت مع راسي غادي نحط ليها التقديه وندير راسي عيان ونجلس نشرب شويه الماء ونبقى شاد مع الهضره شويه بشويه ونتقرب منها شويه بشويه حتى نوصل لداك الشيء اللي بغيت. وداك الشيء اللي كان وصلت صونيت حلات لي الباب ديال الزنقه. طلعت عندها البارطما حلات لي الباب ديال البارطما حتى كنلقى لابسه ديك الشورفيت ولكن صدرها باين. ناري تلفات ليا الهضره وباين حسات بيا لكن دارت راسها ما فهمات والو. قالت لي غير سمح لي عذبتك دخل ترتاح. قلت مع راسي داك الشيء اللي بغيت. دخل جلست في الصالون جابت لي واحد العصير بديت كنشرب فيه ودخلتها بديك كيف بقى ولدك وجلسات بعيده عليا. ما عرفتش كيفاش نتقرب ليها. طاحت في بالي فكره وحده هي نوض للطواليت ونرجع نجلس حداها. وداك الشيء اللي درت قلت لها بغيت نمشي للطواليت. مشيت وتعطلت شويه مني خرجت جيت نيشان وجلست حداها في الصالون. بقينا هادرين كنسولها وكنقول لها دارك زوينه منين اصلك وكل مره سؤال في شكل. وفي نفس الوقت كنزيد نتقرب حداها بلا ما تحس بيا حتى كنلقى راسي ملاصق معاها. ما حسيت براسي حتى بستها وشديتها بالقوه وكنحس بها مندمجه معايا في داك الشيء وعجبها الحال. شويه حتى كتصرفقني وكتغوت عليا ما فهمت حتى حاجه. بقيت ساكت واحد الدقيقه وانا خايف تمشي دير ليا الشوها. واحد اللحظه قالت لي جلس وهي تقول لي هذا الشيء اللي طرا ما نبغيش يخرج من هنا. انا فعلا عجبني داك الشيء ولكن انا مرا مزوجه وكنبغي راجلي وكون شافك ولا قلت لي هذا الشيء غادي يقتلك. نصيحتي ليك هي جمع راسك وقرا وانا غادي نعاونك تنجح هذا العام وطلع لافاك. وديك الساعه البنات عطاهم الله في السن ديالك. ديك الهضره اللي قالت لي صراحه اثرت فيا وخرجت بحالي من عندها. وداك العام جمعت راسي وهي تعاملت معايا. جا الوطني توكلت على الله ومشيت دوزت ولكن ما نجحتش ودزت استدراكيه. جاب الله التيسير نجحنا واخا غير ب10 ولكن هانيه نفرحوا غير ديك الوالده مسكينه. وانا جالس من الساحه ديال لافاك كنعاود لكم هذه القصه. وقبل ما تسالي القصه بغيت رايكم في شنو القصه الجايه اللي تبغيو نحكي لكم. واش قصتي مع المهمه الساديه ولا قصتي مع المنقبه؟ الا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك والا ما عجبكمش ماشي مشكل ديروا ديسلايك وعطيونا رايكم شنو الحاجه اللي ما عجبتكمش فيه. شكرا تهلاو.